مساء الخير. النهاردة عاوزين نتكلم مع بعض على حاجة هي تنفع نسميها مهارة وينفع نسميها نعمة من ربنا إن شخص يكون عنده بوادر الحاجة دي، ومهارة لما بتكون عند شخص بتفتح ليه كم أبواب للنمو والنضج أكتر بكتير جدا من أي شخص مش عنده النقطة دي. نقدر نسميها مهارة أو نعمة قبول التهذيب. أعتقد بقت حاجة نادرة جدا في الزمن بتاعنا ده إن حد يكون عنده استعداد إنه يسمع كلمة نقد، حتى لو نقد بناء. ساعات كتير بيبقى جوانا كده حاجز نفسي من إن حد يقول لنا إن إحنا عندنا حاجة محتاجة تكون أفضل، فما بالك بإني مش بس أسمع كلمة نقد، إني أتحط في بروسيس تهذيب، عملية تهذيب الهدف منها تصليح حاجات عندي في شخصيتي، في طريقة تفكيري، وارد كمان حاجات تكون أنا مش ملتفت إن هي موجودة عندي. فالبروسيس التهذيب بتاعتي بتحتاج تكون فيها جزء في صدمة كده. المهارة دي أو النعمة دي شبه مش موجودة غير بنسبة قليلة جدا في الزمن بتاعنا ده. هنلاقي في كتاب المقدس كلمة: لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم. يعني الناس هتيجي في وقت ويكونوا مش عندهم استعداد يسمعوا كلمة الحقيقة، إنما حتى المعلمين بتوعهم بيختاروهم حسب اللي كلامهم جاي على هوايا وبيريح السمع بتاعي، بيطربني. يعني أعتقد إن إحنا بنشوف ده كتير جدا 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 في الزمن اللي إحنا فيه ده، إن يكون في مجموعة من الناس ممكن تكون بتحتكم لشخص معين أو بتسمع له أو بتطلب منه إرشاد في مراحل معينة أو في مواقف معينة، بيستمر سماعهم للشخص ده لغاية ما يجي وقت ويقول لهم إن اختيارهم اللي هم عاوزينه مش الأصح، أو يواجههم في وقت من الأوقات بطريقة جايز تكون فيها شدة شوية، وارد يكون شايف إن هم محتاجين الشدة دي دلوقتي. كلامي في النقطة دي ما ينفعش خالص يختلط بنقطة تانية، نقطة غياب الحدود، نقطة إن شخص ممكن يكون بينتهك حدودي أو بيهاجمني بشكل فيه عدم احترام. مش ده اللي أنا بدافع عنه ومش ده اللي بقول إن المفروض يبقى حاصل. أنا بتكلم في حالة إنه شخص معين أنا واثق إنه هو شخص سابقني في مراحل النضج وسابقني في الوعي، وبالتالي أنا عاوز أسمع له وبحب إن أنا أستشيره. فساعتها لما الشخص ده وأنا متأكد من دوافعه إن هو مش فارق معايا غير إن أنا أكون أحسن، وقت ما الشخص ده يختار إن هو يواجهني بشكل وارد يكون أقوى من الطبيعي، وهو شايف إني محتاج في وقت من الأوقات زي قرصة ودن عشان تفوقني، فأنا محتاج إن أنا في الأوقات اللي زي دي ما كنش بختار المعلم بتاعي بناء على قد إيه هو جاي على هوايا أو قد إيه كلامه مريحني. طيب هل ده معناه إن يكون في أشخاص معينة في حياتي بيتعمدوا أو بيستسهلوا إنهم ينتهكوا حدودي، ويبقى شخص كده بيهزقني طول الوقت وبيحسسني إن أنا رأيي ملوش قيمة وما بعرفش أفكر طول الوقت واخدني غسيل ومكوى طول الوقت؟ هل هو ده الشخص اللي أنا بقول إني لازم أحافظ عليه؟ مش ده الكلام خالص. أي حاجة بنتكلم فيها في السلسلة بتاعتنا دي لازم تختبر على مسطرة الاتزان، ميزان يحفظنا بين التطرفين، تطرف لأقصى اليمين وتطرف لأقصى الشمال. مش معنى إن إحنا بنقول إني محتاج أقبل التهذيب، يعني لو أنا شخص في أقصى الشمال من حيث إني ما بقبلش التهذيب إطلاقا، ما بقبلش كلمة نقد، ما بقبلش إن حد يقومني أو يساعدني أتقوم، مش معنى كده إني محتاج أروح للعكس تماما في إني أكون شخص بسهولة جدا بيحس بالذنب مع أول كلمة نقد من حد، لأن ده غلط تماما وعلى العكس تماما من الغلط الأولاني. محتاجين اتزان في أي موضوع هنبقى بنتكلم فيه مع بعض هنا، محتاج نكون متزنين في إن إحنا نفهم النقطة، ولا ننحرف يمين ولا ننحرف شمال. كتير جدا هتلاقونا بنتكلم مع بعض عن حاجة هنا، فتلاقوا في بعض ردود الأفعال بتقول يعني أنت عايزنا نعمل كذا، وتلاقيه راح للعكس تماما. مش لازم طالما بقول لك ما تنحرفش شمال إني بقول لك انحرف يمين، مش لازم. جايز أكون بس بقول لنفسي وبقول لك إنه تعالى نروح في النص، تعالى نروح ناحية اتزان أكتر. مش معنى إني بقول لك إن إحنا بلاش نكون هنا إن إحنا لازم نكون هنا. تعالى ندور على الاتزان في النص. في سفر الأمثال في عدد بيقول: الابن الحكيم يقبل تأديب أبيه، والمستهزئ لا يسمع انتهارا. بالظبط، الحكيم يقبل التأديب. لو أنا عاوز فعلا يكون ليا أي أمل في إني أكبر، في إني أنضج، في إني أمشي في مسيرة ناحية تطوير حقيقي من نفسي مش مجرد لبس ماسكات، فأنا محتاج أقبل حقيقة إني لازم أقبل التهذيب. مفيش بني آدم إطلاقا
لو اتساب لنفسه كده ولدماغه يمشي حسب ما هو عاوز وحسب ما دماغه بتجيبه، مستحيل البني آدم ده يفضل سوي ومتزن. لازم يكون في حاجات معينة هو حاططها لنفسه، حدود تحفظه من ان هو يشت يمين وشمال كل شوية. ومش هينفع الحدود دي تكون بينه وبين نفسه بس، لانه كده ما عملش حاجة. حلو ان الواحد يكون ليه حدود بيحافظ عليها حتى وهو لوحده، ضميري انا براعيه حتى لو محدش شايفني، بس ضروري اقبل كمان ان يكون في من السيستم اللي حواليا حاجات بتشارك في وضع الحدود دي ليا. قليل جدا لما حد يكون بيقبل في الزمن ده انه يتحط له سيستم او حدود. انا احط حدود للي حواليا، انا احط السيستم للناس اللي حواليا، انما حد يحط لي سيستم ليه؟ هو انا ناقص اهليه؟ ملوش علاقه بانت ناقص اهليه ولا لا، ليه علاقه بان اي بني ادم طبيعي محتاج طول الوقت يبقى حواليه الحاجات اللي تساعده يفضل ماشي في الاتجاه الصح. والتهذيب جزء اساسي من الحاجات اللي لازم نقبلها لو عندنا امل نعيش بكره احسن من النهارده، ونعيش النهارده احسن من امبارح. فعلا من اكبر المصايب اللي ممكن تعطل البني ادم في نموه النفسي والروحي انه يحس الاحساس ده، الاحساس المدمر ده، اني غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء، ولا في حد حواليا مؤهل ان هو يقول لي كلمه بهدف تقويمي. هو انت مين عشان تقومني؟ انت مين عشان تقول لي حاجه وانت فاكر ان انا ما اعرفش ان هي اصح؟ اللي انا بعمله هو كده كده الاصح. مصيبه سودة. مهما لبست ماسكات الشباب والتفتح، لو انا من جوايا قافل باب اني ممكن استفاد من اللي حواليا، اني ممكن اخد لنفسي تهذيب واقبل تهذيب من المحيط بتاعي، فمبروك انا لبست في شيخوخه مبكره. تاني وقبل ما نقفل، مطلوب الاتزان ما بين اني اعرف امتى انا محتاج للتهذيب وللتقويم اللي بيحصل، وامتى ان اللي بيحصل ده انتهاك للحدود بتاعتي وفي تقليل مني، تقليل متعمد، وانه لا الشخص ده بقى محتاج يتحط له حدود، او ان ده اذى بيحصل في حياتي بيتسبب لي من وجود حاجه معينه، انا محتاج اخد خطوات في ان احط حدود للحاجه دي وما بقاش بتاثر بيها سلبيا بعد كده. دي حاجه ودي حاجه وما ينفعش يختلطوا ببعض. قبولي لمبدا اني اتادب اتهذب ضروري واساسي، وبلاش ناخدها على محمل اللي هو ايه قصدك ان انا مش متربي يعني. يا عم احسن تربيه في الدنيا، ملوش علاقه التهذيب او ان انا افضل طول عمري قابل للتهذيب، دي حاجه في صالحي مش حاجه ضدي، ومش حاجه بتقول ان انا مش مؤدب ومش متربي. قبول التهذيب جزء اساسي من مسيره النضج والنمو والتطور. اشوفكم على خير.